واش الخوت، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في موضوع جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هز الرأي العام المغربي وبالخصوص في مدينة أكادير. من طبيعة الحال غتكونوا عارفين على ايش بغيت نهضر. فضيحة واحتجاجات مستشفى الحسن الثاني. اي يا سيدي، ولكن قبل ما نبداو، الا ما كنتيش مشترك كنتمنى انك تضغط على زر الاشتراك ودير لايك إلى عجبك الفيديو، فضلا وليس أمرا. خليكم معي. القصة كيفاش بدات؟ في الأيام الأخيرة خرجوا بزاف ديال الشكايات من عائلات مرضى كيهضروا على وفيات متكررة في قسم الولادة، خاصة عند النساء الحوامل بعد العمليات القيصرية. الناس كيقولوا لك كاين اهمال طبي وكاين نقص في التجهيزات اللي خاص تكون اساسيه في هذا المستشفى اللي كبير. وماشي غير هادشي، حتى النقص الحاد في الادويه بان لكل شيء. اي واحد كيدخل المستشفى كيبان ليه نقص كبير، خصوصا مواد التخدير اللي كيديروه بها العمليات الجراحيه. اي يا سيدي، وبزاف ديال المرضى اللي كانوا مبرمجين للعمليات اضطروا باش انهم يرجعوا لديورهم حيت ما كاينش مواد للتخدير. تخيل معايا انه سبيطار كبير ما فيش مواد للتخدير عباد الله. المهم، وسط هاد الوضعية خرجوا صور وفيديوهات على السوشيال ميديا كيبانوا فيهم مرضى ممددين على الأرض داخل المستعجلات، بلا سرير وبلا عناية لائقة. الصور داروا ضجة كبيرة وخلاو الناس يسولوا واحد السؤال: فين وصلت الصحة في المغرب؟ الناس ما بقاوش ساكتين، خرجوا احتجاجات قدام المستشفى ديال الحسن الثاني. العائلات والمرضى كيطلبوا التدخل العاجل، تحسين الخدمة الصحية وتوفير التجهيزات والأدوية. ومن بعد هذا الضغط كامل، المديرية الجهوية للصحة في جهة سوس ماسة خرجت ببلاغ وقالت باللي فتحوا تحقيق داخلي وغادي يسمعوا الشهود والمرضى والموظفين، وغادي يشوف حتى كاميرات المراقبة باش انهم يعرفوا الحقيقة ويعرفوا واش بصح كاين اهمال ولا غير سوء تدبير في واحد اللحظة معينة. وحتى البرلمان دخل في الموضوع. بعض النواب حتى هما طالبوا الوزير المسؤول باش انه يجي ويشرح ويدير حلول عاجلة باش الوضع ما يبقاش هكا. اذا المشكل ماشي صغير، حيت كيضرب في واحد الحق اللي اساسي، الا وهو حق المواطن في العلاج اللائق. ومن جهة كاين الضغط الكبير على المستشفيات العمومية، ومن جهة تانية كاين سوء التدبير، والنتيجة هي أن المواطن البسيط هو اللي كيتضرر وهو اللي كتجي فيه الدقة. السؤال اللي كيبقى مطروح واللي خصنا نطرحوه كاملين: واش غادي يبقى المواطن المغربي كيعاني كل مرة حتى يبان فيديو ولا صورة عاد باش السلطات خاصها تتحرك؟ ولا غادي يجي واحد النهار اللي المواطن يدخل لمستشفى عمومي ويلقى خدمة في المستوى بلا فضيحة وبلا احتجاجات؟ المهم، كنتمنى انكم تكتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. واش المشكل في النقص ديال الامكانيات ولا في التسيير؟ واش الحل في بناء مستشفيات جديدة ولا تحسين تدبير ديال هاد المستشفيات اللي كاينين؟ وما تنساوش اخوتي تدعموا القناة باللايك وابوني. السلام عليكم.